دول طلقتين لرامي ربيعة ومحمد هاني علشان نستريح منهم، وعلشان الأهلي النهارده يبقى رسمي أكتر فريق أمتع ويبدع في الدوري المصري، ولكن بلا محمد هاني ورامي ربيعة. النادي الأهلي النهارده في الشوط الأول عمل كل حاجة ممكن تتعمل من مهرجانات. النادي الأهلي النهارده جاب هدفين من الأربعة، هيبقى من أحسن 5 أهداف في الدوري المصري السنة دي. النادي الأهلي النهارده اتبسطنا. النادي الاهلي فرحنا. النادي الاهلي النهارده عمل كل حاجه انت عاوز تشوفها. اهداف جاب، تنظيم في تنظيم، سلاسه في نص الملعب، فيه ثنائيات بيعملها امام عاشور في نص الملعب يتحكم في رتم المباراه كلها. في الشوط الاول امام عملها، ركنه جميله على الرايق رضا سليم عملها. رضا سليم ما يقعدش لاي حد في الاهلي في الوينجات، لا يقعد لحسين الشحات ولا يقعد لتاو ولا يقعد لطاهر ولا يقعد لكريم فؤاد. يعني رضا سليم راجل يلعب اساسي. رضا سليم يلعب على اي وينج في مصر اصلا، مش في الاهلي بس. عمر كمال، واخيرا شفنا حاجه من ريحه عمر كمال في المصري والتصويبات، لدرجه ان من جمال الشوطه انا قلت ايه ده؟ ده في اهداف بتيجي في الدوري المصري بالكلام ده؟ الحاجات دي بنشوفها بره في الدوري الانجليزي والاسباني بس. عمر كمال اداها تريحه بتصويبه وتخبط في العارضه وتخش جوه سينما، جون سينما. رضا سليم الكرة بتجيله من وسام ابو علي اللي بيسيبها تنط كده تاخد راحتها، والمدافع قدامه مش عارف يعمل ايه، والباشا يركنها بشماله بهدوء تماما، بهدوء، والهاني سليمان يقف. ايه ده؟ هي في حاجه عدت جنبي؟ هدفين جمال، هدفين حلوين قوي قوي قوي، هدفين في غاية المتعة والجمال. حتى ضربة الجزاء بتاعت وسام ابو علي، ضربة الجزاء بتاعته حط ايه يا عم؟ ده احنا ما كناش عايشين. خلاص بقى كده للاسف مش هنضطر نجيب زيزو الاهلي، عشان بقى عندنا وسام ابو علي بيشوط ضربات جزاء احلى من زيزو. يعني كنا عايزين نجيب زيزو عشان ضربات الجزاء بصراحة. وهو زيزو كده كده هو راجل مجهود كبير جدا وكل حاجة، لكن هو اكل عيشه العرضيات وضربات الجزاء. وطبعا رجليه تقيله طبعا، انا بهزر. ولكن وسام ابو علي عمل جون جميل قوي في الجون الاول بتاع ضربه الجزاء، حلو قوي يا جماعه، حلو قوي. وضربه الجزاء اصلا برضو تمريره من امام عاشور لعمر كمال حريريه، وعمر كمال استخدم دماغه وطلع لبره سيكا كده، ايه، بدل ما يخش في المعجنه جابهم لبره، ولكن المدافع حط رجليه وقع ضربه جزاء وساب ابو علي جون. لسه الاتحاد بيفوق، شفنا الجون الجميل اللي جابه رضا سليم، جون خرافي، جون من اهداف ريحة وليد سليمان. عشان ما فيش 10 دقايق بنشوف عمر كمال بيفتكر انه كان بيشوط في المصري صح وحلو، ويسندها بيمينه ويريحها، وبعد كده يرزع عشان تروح في اقصى اليمين مرمى الهاني سليمان، عشان تبقى 3-0. بدأ الشوط التاني ب4 تغييرات في الاتحاد السكندري، وعمل ضغط وجاب جون حلو جدا. خلي بالكوا برضو ان حتى جون الاتحاد السكندري كان حلو قوي. يعني عمر الوحش لما بصاها على طول لبواتنج تقريبا اللي جابها، الجون كان جميل جدا. ولكن كولر لما قرر اخيرا ينزل بدري تبديلات، نزل 3 تغييرات، ولكن الاهم عندي ان نزل 2 هجوميين، كهربا مكان وسام، وكريم مكان الشحات. طب ليه بقول هو ده مهم عندي مش تغيير الكوكا؟ علشان 3-1 يعني لسه الماتش فيه، لا انزل 2 عايزين يثبتوا نفسهم. كهربا عاوز يقول لكولر وسام ما ضمنش المركز الاساسي، انا اقدر ابقى المركز الاساسي زي وسام. وكريم فؤاد راجع من بعيد من بعد اصابه واستبعاد ماتش واثنين وثلاثه، عاوز يقول له انا هفضل كريم اللي انا كنت معاك وبظبط معاك الفريق السنه اللي فاتت اول ما جيت، ولولا الاصابات كان زماني اساسي. انا كريم وهبقى كريم معاك وهفضل كريم معاك وهحاول اساعدك في اللي انت بتحب تشوفه في الملعب يا مستر كولر. التغييرتين ذكيه جدا. كوكا نزل على عينه وعلى راسه مكان امام، تريحه امام انا كنت مقلق، ولكن مفيش دقيقتين 3 وحصلت ضربه الجزاء اللي جت عن طريق كريم فؤاد. وكهربا حطها حلو. كهربا حط ضربة الجزاء حلو، ودي حاجة لو تعلمون لشيء غريب غريب من كهربا.
كهربا حط ضربة الجزاء كما يقول الكتاب، وتحس ان وسام ابو علي بقى يدي دروس خصوصية في التدريبات ازاي تشوط ضربة جزاء. النادي الاهلي كان يقدر يجيب خامس او سادس ولكن اكتفى بالاربعة، والاتحاد حاول على قد ما يقدر ولكن مبولولو عمل حاجة قد تكون من احلى الحاجات اللي اتعملت ولكن للاسف ما كملتش، وهي انه اتطرد دخلة غبية على رامي ربيعة. ألف سلامة على رامي ربيعة. ولكن يا كابتن رامي، أعتقد إن من الأفضل إنها تكون دي آخر موسم ليك مع النادي الأهلي. كابتن محمد هاني، أنت راجل أهلاوي وعلى راسنا وبنحبك وكل حاجة، ولكن أتمنى إنك تروح تشوف حالك في الخليج في الدوري السعودي أو بره لو في عرض جالك من بره. أعتقد النادي الأهلي في حاجة إن هو يعمل تجديد في المركزين دول بالذات. عمر كمال المفروض يبقى يمين أساسي بدون أي كلام. هتقول لي ما هو تألق وهو في الشمال مش في اليمين، هقول لك عمر كمال في اليمين أحلى وأجمل وأجمد من الشمال بكتير. رامي ربيعة هو الراجل بيديك ماتشين تلاتة سوبر ستار وبعدها بيديك ماتش مدافع ناشئين. دي مشكلة رامي ربيعة. رامي ربيعة ممكن في نفس الماتش يحسسك ان هو احسن مدافع في العالم، وفي نفس الماتش يحسسك ان هو مدافع ناشئ. وانا استغربت ان كولر النهارده جابه اساسي جنب عبد المنعم مش متولي، يعني توقعت ان متولي هيكمل، ولكن للاسف واضح جدا ان رامي ربيعة هو هيلعب اساسي في النهائي افريقيا جنب عبد المنعم مش متولي. عموما مبروك النادي الاهلي 3 نقط جداد، ناقص ماتش وحيد قبل الترجي ونبقى ماتش البلديه نكسبه باذن الله، يبقى كسبنا 4 ماتشات 4 ماتشات في الاسبوعين دولت ب 12 نقطه مهمين جدا. كسبت الجونه، كسبت الاسماعيلي، وادي كسبت الاتحاد، وكمان ان شاء الله البلديه. مش فاكر لعبنا ماتش قبل الاسماعيلي ولا لا، بس اعتقد هو ال4 ماتشات دولت 12 نقطه مهمين جدا ان انت تاخدهم. هتكلم على اعتبار ان احنا كسبنا ماتش البلديه في حال وصعودنا على 12 نقطه، انت خلاص لسه ليك مؤجلات طبعا، ولكن هتبقى طلعت فوق خالص، وسبتك بقى من نوش بتاع انا ليا مؤجلات كتير وهكسبهم وان شاء الله هنافس. لا، انت حاليا اوريدي خلاص تعتبر دخلت شويه حتى في المعمعه شويه. لسه في 3 4 ماتشات تاني مؤجلين تقريبا لما يكون اكتر كمان، ده حوالي 5 كمان. ولكن في ظل ان انت لسه ناقص لك 4 5 ماتشات مؤجلات، انت نقطك عاليه مخلياك فوق، مخلياك الناس كلها بص عليك. لا، ده مزحوم ومزدحم بالماتشات وبرضه بيكسب. سكواد الاهلي، عشان انا بتضايق من نغمه الاهلي فاضي ومش فاضي والاساس لا يا باشا، الاهلي عنده لعيبه كتير. ادي اللعيب اللاعب بتاعك الثقه هو هيديلك. هتقول لي اصل كولر، اصل الخطيب، اصل الاداره. انا ما ياكلش معايا الكلام ده. انا مش في الحلو اقعد اشكر وامدح، وفي الوحش اقعد اشتم واقول لك ده غلطان مش غلطان. معايا سكواد قوي. انت في الدوري المصري مش في الدوري الاسباني حضرتك، في الدوري المصري. يعني المفترض ان الاحتياطي بتاعك حتى لو الكواليتي بتاعه متوسط ده بيبقى سوبر ستار في الفرق العاديه في الوسط اللي في الدوري المصري. ده كان ملخص كلامي. وفي نهايه الكلام ونهايه الفيديو، ربنا ينصر اخواتنا وربنا يرحمهم وربنا يكون معاهم، واحنا تعبنا وزهقنا فما بالك بيهم. عايزين نصحى الصبح نلاقي ربنا نصرهم فما بالك بيهم. عاوزين نفرح ونضحك فما بالك بيهم. احنا عندنا اللي يلهينا شوية للأسف، فما بالك بيهم. هم اتغدر بيهم واتسابوا لوحدهم، وهم اللي بيدفعوا التمن لوحدهم، ولكن في النهاية احنا هندفع التمن معاهم عن سكوتنا. ومش هتكلم مع الشعوب كتير لان احنا كشعوب اعتقد عملنا اللي علينا في الدعاء، في التبرعات، في ان احنا نبقى اعلام اضافي واحتياطي في السوشيال ميديا. اعتقد ان احنا بنحاول نعمل ده على قد ما نقدر، ولكن الله يكون في عون الحكام بقى. الله يكون في عون الحكام بجد، ان هم هيتسألوا اسئلة كتير اوي في الحاجات دي اوي. الله يكون في عونهم ان هم هيقابلوا حاجات كتير غريبة، هيقابلوا حاجات كتير ما اعتقدش ان هم يعرفوا يعدوا منها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.